بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، آية في القرآن الكريم هنسمعوها بدل مرة ألف، بس المعنى الكامل والحقيقي يمكن مش واصلنا جوه عنها. الرب سبحانه وتعالى يقول في سورة النور في الآية رقم 19 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في واحد ارتكب الفاحشة، في بنت رقصت على التيك توك مثلا، وفي واحد زنى، وفي ممثل او ممثله ظهر له فيديو فاضح على النت، وفي واحد اغتصب طفل، وفي واحد قتل. محدش كان هيضرب الناس دي كلها غير المجتمع المحيط بيهم، في قريتهم او في الحي السكني، الناس اللي قبضت عليهم، قرايب المجني عليه، قرايب الجاني، هم بس اللي كانوا هيعرفوا بالفضيحه او الجريمه اللي حصلت دي. بس ايه اللي خلى المجتمع كله بالملايين يضرب الجرائم دي وبالفواحش دي ويعرف ازاي حصلت وازاي تمت، ويغير نظرة المجتمع عن المجتمع؟ الوسيط اللي هو عقابه عند رب سبحانه وتعالى يمكن أشد من اللي ارتكب الفعل الفاضح. الراجل اللي اتكلم عن جريمة الزنا دي عقابه عند رب سبحانه وتعالى أشد من الزاني اللي زنى نفسه. يمكن الزاني تاب يا أخي، بس أنت نشرت الجريمة دي بين المجتمع، والناس كلها عرفت إنه فلان زنى بفلانة، أو إنه في فيديو فاضح لفلان، أو في فيديو فاضح لعلان، أو في بنت ترقص على التيك توك اسمها كذا واسم صفحتها كذا. بتطلع تتكلم عن الفيديوهات دي وكأنك هتستنكر وجودها في المجتمع، وكأنك بتهاجم الفيديوهات دي. يمكن صح أنت هتهاجمها، صح أنت قصدك تهاجم الفيديو ده وتهاجم المنكر ده، بس وأنت هتهاجم المنكر ده خلي بالك اللي شافوك لو كانوا 1000 أو 2000 أو مليون، في 90% منهم مش داخلين يتفرجوا ولا يشوفوا ازاي انت ليه هتهاجم المنكر ده. ده بعد ما هيشوفوك وانت بعد ما يشوفوك هتهاجم المنكر ده، هيروحوا يشوفوا المنكر نفسه اللي انت هاجمته ويتابعوه ويعرفوا تفاصيله وازاي حصل وازاي تم، ويشوفوا الفيديو اللي انت اتكلمت عنه، ويشوفوا البت اللي هترقص على التيك توك اللي انت هاجمته، ويخشوا على صفحتها وممكن يتابعوها. فانت يا وسيط اللي اتكلمت عن الجريمه ونشرت الجريمه بين الملايين في المجتمع، مش بين الملايين في المجتمع عشان يعملوها، بين المجتمع، ديروا باخبار بتفاصيلها، وديروا باخبار تفاصيل الفضيحه واخبار تفاصيل الفاحش اللي حصل في الزنا اللي حصل. انت يا وسيط عقابك عند رب سبحانه وتعالى اشد من اللي ارتكب الجريمه دي. انت كده نشرت الفاحشه. هتقول لي يا عم ده رب سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الاليم في الدنيا والاخره. الناس اللي حبت الفاحشه، اللي حبت ان الفاحشه تشيع بين المؤمنين في بلدان المؤمنين، مش توعد الناس اللي اتكلمت عن الفواحش. اقول لك طب ما انت كلامك انت حابب تتكلم عن الفواحش، وكلامك عن الفواحش ده اشاع الفاحشه بين الناس. طب ما انت كده حققت غرض الايه اهو.